لو فاكرة إن الطلاق نهاية الطريق والحياة تبقي غلطانة وما تعلمتيش حاجة. خدينا أمثلة على الفنانين والفنانات اللي جربوا أكتر من مرة وما خافوش من التجربة. غادة عبد الرازق جربت الجواز 12 مرة ولسه مستعدة تجرب تاني لو هتحقق لها استقرار وسلام. بدأت حياتها من 17 سنة لما اتجوزت رجل الأعمال السعودي عادل الأزاز وخلفت منه بنتها روتانا، وما يأستش أبداً. سوسن بدر جربت 7 مرات، منها مرة اتجوزت فيها ابن صاحبتها ناهد فريد شوقي. أحمد سعد جرب 4 مرات، لبنى بيومي، ريم البارودي، سمية الخشاب، وانفصل عنها بعد 2 سنين. وحالياً علياء بسيوني اللي بقت مديرة أعماله. أنغام معروف ليها 4 جوازات. مهندس الصوت مجدي عارف أنجبت منه عمر، الموزع الكويتي فهد أنجبت منه عبد الرحمن، الفنان أحمد عز، والموزع أحمد إبراهيم. مدحت صالح جرب 5 مرات، منهم نورة وسمية الألفي وشيرين سيف النصر، ومستقر حالياً مع الشاعرة نورة الباز لأكثر من 15 سنة. رانيا يوسف جربت 4 مرات، الأولى مع المنتج محمد مختار، وأخيراً مع المخرج أحمد جمال. أحمد فهمي جرب 3 مرات، شهد رمزي، منة، وهنا زاهد، واستمروا 4 سنين. أصالة 3 مرات، أيمن الذهبي، شام وخالد، طارق العريان 14 سنة، والتوأم آدم وعلي، وفائق حسن. بشرى 3 مرات، عمرة رسلان، سالم هيكل، وخالد حميدة. وحسين فهمي من 6 ل7 زيجات، معروف منهم ميرفت أمين 13 سنة، ولقاء سويدان 5 سنين، وحالياً مع آنا تريبولسي. كل ده بيوريكي إن الطلاق مش نهاية الطريق، وكل تجربة بتعلمنا حاجة جديدة. المهم تفضلي مؤمن بنفسك وتدوري على الاستقرار والسلام النفسي.